يا صباح الفل والخير والسعادة. ازيكم؟ تعالوا نفطر مع بعض وهقول لكم الفطار دوت اتعمل ازاي. الاول نسمي الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لابي وامي وامواتنا اجمعين. فطار بدون قشور سيليوم، بدون تكاليف يعتبر. كمية هتقعد معاكي فترة طويلة واقتصادية، من غير دقيق جوز هند ولا دقيق لوز. حاجة كده لوز اللوز واقتصادية. طبعا مج نسكافيه عليكم. خلينا نشوف الاول العيش. بس العيش طري ما شاء الله هش. هنقطع كده واحد بالسكينة أو نقطعه بإيدينا وهو أصلا لسه سخن. وتشوفي بص حلو ازاي ما شاء الله. طبعا الخبز أكتر حاجة بتقرق الناس اللي في الكيتو، يبقوا عايزين يعملوا أكل يتاكل بعيش، حاجة ياخدوها معاهم إذا كان شغل أو دراسة، تبقى سهلة وفي الوقت نفسه اقتصادية، والأهم إن يكون طعمها مقبول. فده العيش بتاعنا، ودي وصفة معتمداها عندي بعملها أكتر من مرة. يلا نبدأ على بركة الله. ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم، لأن دعمكم بيفرق معانا كتير. أول وصفة هنعملها الوصفة بتاعة الخبز، ودول 4 مكونات أساسيين. عدد 2 بيضة، عدد 2 من قشور، لا احنا قلنا مفيش قشور، عدد 2 معلقة كبيرة من بذر الكتان المطحون، أو 3 و3 معالق من الجبنة القريش. والبديل بتاع الجبنة القريش الجبنة بتاعت مزارع دينا، حلوة جدا جدا، ودي زيها زي بريزيدون بس مش في مقطعة. واخدت 3 معالق كمان من اي نوع دقيق مناسب للكيتو دايت. انا هحط حبة خميرة فورية عشان الطعم، وطبعا حبة من البيكنج باودر. الدقيق المناسب للكيتو دايت اللي استخدمته الدقيق اللي كنت عاملاه معاكم، اللي هو السمسم المخلوط مع سوداني. وقلت لكم ده بيديني طعم حلو ومقبول ويعتبر اقتصادي، لان في ناس ما بتحبش طعم السمسم لوحده، وفي ناس ما بتحبش طعم السوداني. او اعملي الميكس اللي يريحك. خلطت الحاجات البودر مع بعضها وحطيت على البيض حبة من الخل عشان الزفرة، وده كده البودر. البودر اللي هو ايه يا مروة؟ البيكنج باودر، حبة الخميرة، وكمان طحون بذور الكتان وبديل الدقيق. انا طبعا خدت البيض مع الجبنه القريش او الجبنه الكريمي او الجبنه الفيلادلفيا اللي انتي هتستخدمي بيه، وممكن تستخدمي كمان زبادي يوناني. ضربتهم كويس في الكبة وهنزل على الخليط ده وهقلب. طبعا حاجة محطوط فيها بذر كتان مطحون شوية، وبنلاقي القوام بتاعها ايه، بدأ يتقل حبة معانا. فلازم لما هنقلبه مش هنصبه مباشرة يعني، اديله 5 دقايق كده مش اكتر من كده، برضو عشان ما ينشفش يشك كده زي ما بنقول. لا برضو يبقى القوام ايه مظبوط. ممكن تعمليه على البوتاجاز من فوق، وممكن تعمليه في الفرن. انا بستسهل خاصة لما اكون هستخدم الفرن ان انا اعمل الفرن، يعني بستخدم الفرن عامة للبيت. انا جبت طاجنين وحطيت فيهم دي طواجن الايركو بايركس، طبعا مدهونين سواء بزيت زيتون او بسمنه بلدي او بزبده، الماده المتاحه بالنسبه لك. زي ما انتم شايفين القوام بتاع العجين لسه سهل جدا في الفرد، ما وصلش لدرجه ان هو يكون متماسك. هفرده بقى كده، بقابل ظهر المعلقه وافرده خالص، وبدخله على فرن سخن بيقعد حوالي من ربع ساعه ل20 دقيقه، مش اكتر من كده. في الوقت دوت هنعمل بديل الفول، اللي هو عبارة عن كوسة، بصل، فلفل رومي، طماطم، حتة من الثوم. ايه بديل الكوسة؟ بديل الكوسة هيكون البتنجان الرومي، سواء بالطريقة دي او دي. احط معاهم حبة من زيت الزيتون، كانوا اخر حبة عندي. وهحط معاهم حبة من المية وهرفعهم على البوتاجاز. كل مرة كنت بشوحهم الأول وبعد كده أحط المية، بس يعني أنا عملت المرة دي بأسهل طريقة. أول ما ياخدوا سواهم كده خالص، برضو بادي بذر الكتان اللي احنا كنا طحنينه وحاطين معاه الخبز، هاخد بقى حبة منه وهطحنهم واحطهم مع الخليط بتاع الفول دوت، لأن هو بيديني الطعم والريحة واللون زي الفول. انا عايزه اقول لكم ان انا زوجي مره اكله من غير ما ياخد باله، بعدين بيقول لي هو الفول ده فين القشر بتاعه، يعني من كتر ما هو شكله بيبقى قريب قوي. طبعا لما بنكون حاطين بتنجان بيكون درجه الغمقان اكتر كمان من الكوسه. احط بقى معلقتين طحينه، اظبط الملح والكمون والليمون وكل الحاجات الحلوه اللي انت عايزه تحطيها. في الغالب دايما لما بعمل الفول ليا بحط معاه سلطه، بحب قوي ان انا احط معاه سلطه. هساوي الطبق كده بأي شكل. تخيلي بقى شكل الطبق ده كده مع حبة سلطة مع حتتين بتنجان مخلل مع العيش اللي انت عاملاه، والله العظيم آخر عظمة. وطبعا حاجة تعتبر مش مكلفة يعني. انت انت اخدتي بقية حاجات في البيت عملتي بيها الطبق الحلو دوت والفطار بتاعك دوت. والكمية دي رغم ان هي قليلة بس هتقعد معاكي كذا يوم.
هاوريكِ دلوقتي الشكل النهائي واللي بيتبقى معانا كمان باعمل فيه إيه. أي كمية من دي بتتبقى معايا على طول باحطها في العلب الصغيرة البلاستيك الشفافة وأدخلها على الفريزر لما تبرد، وبعد كده باستخدمها تاني. ده الخبز طلع وغطيته كده بفوطة قطن شوية وهو ما بيلزقش في الطاجن بيطلع بمنتهى السهولة. اعتمدوا التركاية بتاعة تغطية الخبز دوت في أي نوع علشان ما ينشفش، هو لسه سخن مولع خالص أو الدخان طالع منه. بس برضو الفوطة كمان لما بتغطي بيها المخبوزات بتاعتك بتخليها تطلع بسهولة من الصينية عشان الرطوبة اللي بتدخل الصينية أو القالب اللي انت هتعملي فيه الخبز. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم. حاولوا تخشوا على الفيديوهات القديمة هتلاقوا فيها حاجات كتيرة جدا جدا، أنا نفسي ساعات برجع لها عشان أعمل الوصفات دي تاني. استودعكم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين.